عمرك صحيت من حلم وفضلت تسأل نفسك طول اليوم، هو الحلم ده معناه ايه؟ ايه ده؟ ايه الحاجات اللي انا حلمت بيها دي؟ هل الحلم ليه معنى ولا هو مجرد عبث كده في المخ؟ في سنة 1965 الشاعر والمغني بول مكارتني من فرقة البيتلز حلم بلحن غريب جدا، وصحي من النوم كتب النوتة بسرعة على ورقة جنبه وسماها مؤقتا Scrambled Eggs، يعني بيض مخفوق. بعد كده أصبحت واحدة من أشهر أغاني العالم اللي هي معروفة حاليا باسم يسترداي. ففي الحالة دي حلم ألهمه فكرة غيرت حياته. فيجي السؤال بقى، هل ده كان مجرد صدفة ولا الحلم ليه معنى أو رسالة عايزة توصل لنا؟ طبعا علماء النفس ما صدقوا، فجاء العالم سيجموند فرويد قالك إن الحلم هو رسالة من اللاواعي، يعني كل حاجة انت بتحلم بيها هي بترمز لحاجة مستخبية جواك. يعني لو حلمت انك بتقع فده معناه انك خايف من الفشل، لو حلمت انك بتطير فده معناه انك بتدور على حرية انت مش لاقيها. ولكن تلميذه كارل يونغ كان ليه رأي مختلف، كان شايف إن الأحلام بتكشف صراعات جوانا مش مجرد رموز، هي رسالة من عقلنا الجمعي، ودي حاجة أعمق من فرويد بكتير. مع تطور علوم المخ العلماء اكتشفوا حاجة غريبة جدا، الدماغ بيفضل شغال طول ما انت نايم، وبالتحديد بيكون شغال بطريقة أكبر بكتير جدا في مرحلة اسمها REM Sleep. العالم ألان هوبسون بالتعاون مع روبرت ماركلي اقترحوا نظرية مهمة جدا، واللي بتقول إن الحلم هو عبارة عن محاولة من المخ إن هو يفسر الإشارات الكهربية اللي بتيجي والإنسان نايم. يعني بالبلدي كده الحلم نفسه ملوش معنى، احنا اللي بنديله معنى. طيب يا سيدي، طب والناس اللي بتحلم بحاجات وبتحصل فعلا بعديها؟ يعني في ناس كتير بتقول ان هي حلمت بحاجات وفعلا حصلت في المستقبل. علماء نفس كتير منهم كارل يونغ مؤمن جدا بنظرية النبوءات. في تفسيرات بتقول ان ده من العقل الباطن، وفي تفسيرات دينية أو روحية بتقول إن الحلم ممكن يكون عبارة عن رسالة. بس لحد النهاردة العلم الحديث مش عارف يثبت ده أو ينفيه بشكل قاطع. طيب ونيجي بقى لسؤال الحلقة، هل الحلم ليه معنى؟ والله على حسب انت بتسأل مين. لو سألت فرويد هيقولك طبعا ليه معنى، لو سألت علماء المخ هيقولك والله مش دايما. لكن الأكيد إن الحلم بيكشف لك عن جزء فيك أنت ما كنتش مديله مساحته وأنت صاحي. وفي النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تحط لايك وسبسكرايب وتقول لنا رأيك في الكومنت، واستنوا الفيديو اللي جاي. مع السلامة.